سلام عليكم. انا اوعدك ان انتي لازم تعمليها لولادك بمكون سحري رهيب يخليها تحفه وجوسي كده. وعملنا جنبها شويه بقى مكرونه حكايه، عملناها بطريقه مختلفه خالص عن الطريقه العاديه اللي احنا بنعملها. هوريكم حالا مكرونه بشاميل سريعه وسهله وتاخد يعني تلت ساعة في الفرن وتاكله بسرعة. يلا مش هنتكلم كتير، النهاردة يوم الأزمات. أنا دايما أعمل بشاميل وأسيب شوية في الفريزر، أهو نفعوني دلوقتي. جبت الصينية البايركس بتاعتي، حطيت فيها معلقة من البشاميل بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه، هنزل لكم برضو بالوصفة بتاعته. ونزلنا بالمكرونه اللي احنا سلقينها. طبعا انا وديت الولاد الدروس، مفيش وقت، عايزه اجي اغدي العيال بسرعه في نص ساعه. عملتها وانجزتني جدا زي ما قلت لكم برضو. واللحمه المفرومه كنت قايله لكم نفس الطريقه. انا عندي برضو شويه لحمه مفرومه ببصل وعليهم فلفل وعليهم زعتر وروزماري، وقلبتهم وحطيت معلقه صلصه. ويا سلام لو تبشري عليهم جزرايه، بحط برضو اشيل حبه كده واحطهم في الفريزر، بينفعوني في الازمات زي النهارده كده. زي ما انتم شايفين وصفه سهله ولذيذه وجميله، والولاد فرحوا بيها جدا. جايين من الدروس تعبانين، بصوا نص ساعه والاكل خلص زي ما انتم شايفين كده. يلا خليكي شاطره كده، وكل ما تعملي اكله خدي منها كده حبه كده في برطمان او في علبه وشيليها في الفريزر. يلا نزلنا بقى ايه باللحمه المفرومه، وفوقيها على طول البشاميل. مش هننزل بطبقه تانية من المكرونه زي ما احنا بنعمل في الاول، هتقعد بقى كتير في الفرن وهتغلبنا. الطريقه دي الولاد حبوها وكانت تحفه. يعني حطيتي المكرونه وفوقيها على طول اللحمه، وحطينا فوقيها البشاميل، كانت حكايه. صح ولا لا؟ صح. عجبت بنتي جدا وولادي عجبهم جدا. كانت اكله لذيذه وسهله. يلا بينا بقى نحط عليها موتزاريلا على الوش. في ناس بتحط بيضه على الوش، مش وحش على فكره، بس هو يعني هو بيقولك بيدي زفاره. لا مش بيعمل زفاره ولا حاجه، بس ده طعم، والموتزاريلا على الوش دي طعم تاني خالص. دي حكايه ودي حكايه تانية خالص. الاتنين حلوين، بس الموتزاريلا دي اطعم من البيض بصراحه. يعني انا جربت الاتنين، لا دي احلى واطعم بجد، اعتمديها. يلا بينا بقى دخلناها الفرن، طلعت اهي وموحوحه وسخنه اهي لذيذه. حطيت تحتيها صينيه كده ودخلتها الفرن. عشان ايه؟ الفرن عندي حامي زي ما انتم شايفين. تجنن، ولا لونها ولا طعمها، بصوا بيوديكي في حته تانية اكنك بتاكلي بيتزا. حكايه بجد، جربوها بجد هتدعولي. جميله جدا وسهله، والفكره بتاعتها جميله جدا. يلا بينا بقى، عملنا جنبها شويه فراخ جوسي اسمها فراخ تكه. انا تبلتهم بالتتبيله السحريه، هقول لكم عليها في الفيديو الجاي. وحطيتهم على طول على الشبكه كده ودخلتهم الفرن زي ما هما. بجد حكايه وروايه، ولا الطعم. بصوا بقى يجنن. تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتابعوني في الفيديو الجاي. تنسوش اللايك والاشتراك بقى. بحبكم كتير جدا. سلام عليكم.